السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جايبه النهارده اجنحه بتاعه الفراخ. هعملها كده كنتاجي، اللي هو حاجه كده على قد الايد يعني. وهوريكم انا هعمل الطريقه اللي انا بعمل بيها، هعملها ازاي. يا رب تعجبكم. تعالوا يلا واوريكم الطريقه. انا جايبه يا حبايبي النهارده اجنحه اهي. غسلتها ونضفتها كده وقطعتها، قطعت اللي هو الورك ده بتاع الجناح كده لوحده والجناح لوحده. هسلقها بقى، بسلقها ايه نص سلقه. واعملها ايه، اعملها كنتاج اللي هو كنتاج الغلابه يعني، حاجه كده على قد الايد. واوريكم الخلطه اللي انا هعمل بيها، بس هسلقها نص سلقه مش هسويها قوي. واوريكم هعملها ازاي. يا حبيبي انا سلقتها نص سلقه اهيت. انا حطيت في الشوربه، حطيت معلقه كركم وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه ملح. هنطلعها بقى. احنا ما سويناش قوي، احنا سويناها نص سوا. نطلعها بقى، احنا طافيين عليها من بقالنا شويه كده. نعمل لها بقى الخلطه بتاعتها. تنسونوش باللايك يا جماعه، لايك لايك، واللي شافني اللي يشوفنا اول مره يشترك في القناه. لايك يا جماعه، محدش بيعمل لي لايك ليه؟ اهي. نعمل بقى الخلطه بتاعتنا. هنحط شويه دقيق، 3 معالق دقيق، 4. ونحط معلقتين نشا. هنحط بقى معلقتين بقسماط، ده بقسماط حار. ونحط بقسماط، معلقتين بقسماط كمان اللي هو العادي. نحط بقى شويه ملح، شويه كمون، وشويه فلفل اسود. نقلب بقى كله على بعضه كده. نلم بقى حاجتنا ديت على جنب. وانا جبت شويه شوربه اهوت من الشوربه اللي انا سلقه فيها الاجنحه. جبت شويه. نجيب بقى الجناح كده ونغطسه في الشوربه، ونطلعه نحطه في الخلطه بتاعتنا. ونحطه على الصينيه. نعمل بقى الكميه كلها، نغطسها في الشوربه الاول. اهي. ونشيل بقى نحطها على الصينيه. نعمل بقى الكميه بتاعتنا كلها.
حبايبي عملتها كلها اهيت. هنروح بقى نسخن الزيت ونحمر. هي حطينا اهي في الزيت، اصفر بقى نقلبها من ناحية دي للناحية دي. اهي يا حبايبي احمرت اهي، هنطلعها بقى. اي حبايبي بقى نحط الفرن التاني. بس تحمر بقى نبقى نقلبها ونطلع. اهي يا حبايبي بقى خلصنا اهوت، هنطلع بقى اخر حاجه. اهي يا حبايبي خلصناها اهيت. قولوا لي بقى ايه رايكم. عملنا طبق طحينه جنبها. قولوا لي بقى ايه رايكم فيها، جربوها برضو وقولوا لي ايه رايكم، ويا رب تعجبكم بقى. وما تنسونوش باللايك واشتراك وفعلوا القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.